نبداو باشهر مثال. اشهر مثال يجي في تمرين النشر والتحليل هو هذا. نبدا بالنشر والتبسيط. النشر هو عباره عن تطبيق قوانين. قلنا عندي 3 قوانين تاع المتطابقات، وعندي اذا ما جاتنيش متطابقه راح نرسم قوس على قوس او عدد على قوس. نبدا هنا. قلنا احنا في النشر اذا عطاني عباره كبيره راح نقسمها الى طرفين، الطرف الاول والطرف الثاني. راكم معايا؟ نبدا بالطرف الاول لدي اللي هو قوسين مربع وفي نصهم ناقص. معناتها هاني في القانون هذا كي يقول لك ا ناقص ب الكل مربع كيفاه عندها قانون تاعها. يقول لك باللي دير الاول مربع ناقص 2 في الاول في الثاني زائد الثاني مربع. نروح نطبق هنا. الاول مربع 4 اكس مربع، بما انه 4 اكس مكون من رقمين 4 و اكس تحطوا بين قوسين وتحط مربع، ناقص 2 في الاول في الثاني 2 في الاول في الثاني زائد الثاني مربع. هكا نسمى كملت طبقت عليه قانون المتطابقة هذا. الاول مربع ناقص 2 في الاول في الثاني زائد الثاني مربع. ونكتب الطرف الثاني عادي ما ندخلوش صح، ما نبداش نحل فيه حتى نكمل الطرف الاول نبسطه الى اخر نتيجه. ومن بعد عندك المربع تتنشر على 4 وعلى اكس تولي لك او تساوي 4 مربع 16 اكس مربع هي اكس مربع ناقص زوز في 4 في 1 8 و اكس معاه زائد 1 مربع. انتبهوا هنا هذا مكون من رقمين درت له مربع حطيت له قوسين به المربع يروح هنا وهنا. هذا مكون من رقم 1 حطيت المربع فوقه. 1 مربع تعطيك 1 ناقص 3 اكس زائد 2 في 4 اكس ناقص 1. درك نشوفوا اسكو الطرف الاول مازال فيه حساب ولا لا. عندي جمع وطرح. هذا العدد فيه اكس مربع وهذا العدد فيه اكس وهذا العدد ما فيه والو. اذا ما نقدر لا نجمعهم لا نطرحهم. لو كان جا ضرب نضرب عادي كيما هنا هذا العدد فيه اكس وهذا الزوز ما فيهش اكس ضربت عادي قلت 8 اكس نورمال. بصح الجمع والطرح لا، هذا فيه اكس مربع هذا فيه اكس ما نقدرش نطرحهم، وهذا فيه اكس هذا عدد نورمال ما نقدرش نجمعهم. قلنا الضرب عادي. اذا هنا هذا الطرف الاول تبسط على ابسط شكل ممكن. نروحوا احنا درك على الطرف الثاني. الطرف الثاني هذا يشبه لهذا. وعليه ما جاش يشبه هذا مع انه قوسين فيهم زائد وفيهم ناقص. هنايا يقول لك بلي لازم يكون نفس العدد هنا وهنا ونفس العدد هنا وهنا باش تقدر تطبق القانون تاع هذا. نرجع هنا. عندي هنا وهنا ما عنديش نفس العدد وهنا وهنا ما عنديش نفس العدد، تسمى ما نقدرش نطبق عليه القانون هذا. نطبق هذا كيفاه؟ نضرب هذا هنا وهنا ننشر 3 اكس على القوس ومن بعد ننشر 2 على القوس. قبل ما نبدا ننشر انا كي ندخل الطرف الثاني ما ننساش الحاضنه. الحاضنه هي اهم حاجه في النشر. الحاضنه اهم حاجه في النشر. نبدا 3 اكس في 4 اكس هذا موجب وهذا موجب 3 اكس في 4 اكس ومن بعد عندي موجب في السالب سالب 3 اكس في 1 ومن بعد كملت درك نشرت 3 اكس على القوس نزيد ننشر 2 على القوس موجب في الموجب موجب 2 في 4 اكس 2 في 4 اكس ومن بعد 2 في الواحد موجب في السالب سالب 2 في 1. نغلق الحاضنة تعطيك 16 اكس مربع ناقص 8 اكس زائد 1 ناقص نحل الحاضنة. ما ننساش الحاضنة جماعة في الطرف الثاني. 3 اكس في 4 اكس تعطيك 12 اكس مربع. استعملوا الآلة الحاسبة. ناقص 3 اكس في 1 تعطيك 3 اكس زوز في 4 اكس 8 اكس زوز في 1 زوز. دركا واش ندير؟ نتخلص من الحاضنه والناقص اللي برا. اذا كان عندي ناقص برا كي نتخلص منه هذوما كي واش ندير؟ نبدل لهم الاشاره تعطيك 16 اكس مربع. ثم بعد ما نحسب هذوما نتخلص من الحاضنه ناقص 8 اكس زائد 1. نتخلص من الحاضنه ومن الناقص اللي داخل الكل يغيروا الاشارات. كون جا قبلهم زايد ما يغيروش الاشاره. تولي لك هذه كانت زائد تولي ناقص 12 اكس مربع. هذه كانت ناقص تولي زائد 3 اكس. هذه كانت موجبه تولي سالبه. هذه كانت سالبه تولي موجبه. ومن بعد واش نعمل؟ نحل قوسين نكتب قدامهم اكس مربع زائد نحل قوسين نكتب قدامهم اكس
ومن بعد كده نكتب الاعداد اللي ما فيهم لا اكس لا اكس مربع. دركا انا اللي لاصق فيهم اكس مربع هو 16 وناقص 12. العدد بيه باشارته 16 وناقص 12. دركا الاكس لاصق فيه ناقص 8، قلنا العدد بيه باشارته ناقص 8 زائد 3 ناقص 8 ناقص 8 زائد 3 ناقص 8. والأعداد اللي ما فيهم لا إكس لا إكس مربع عندنا الواحد واثنين، زائد واحد زائد اثنين. تما في السطر هذا راح نحل قوسين الأعداد اللي لاصقين في إكس مربع نحطهم في قوسين نزيد لهم إكس مربع، واللي لاصقين في إكس نلمهم في قوسين نحط لهم إكس، والأعداد اللي ما عندهم والو نحطهم قدام بعضها. 16 ناقص 12 4 إكس مربع، ناقص 8 ناقص 8 ناقص 16 زائد 3 ناقص 13. ما نحطش الزائدة دي، نحط إشارة هادو، إشارة هادو ما خرجوا سالبين، ما نحطش زائد، نحط ناقص 13 إكس زائد 1 زائد 2 زائد 3. هذه هي أو. قلنا اللي فيه إكس مربع ما نقدرش نطرح منه اللي فيه إكس، واللي فيه إكس ما نقدرش نجمع معاه عدد ما فيه لا إكس لا إكس مربع. نروح للتحليل. بون عندكم التحليل كيفاه؟ دركا انا عندي او 4 اكس ناقص 1 مربع ناقص 3 اكس زائد 2 في 4 اكس ناقص 1. اول حاجه التحليل هو عباره عن استخراج عامل مشترك. التحليل هو عباره عن استخراج عامل مشترك، حاجه مشتركه ما بين الطرف الاول والطرف الثاني. هذا الطرف الاول وهذا الطرف الثاني. بون قاعده نشوف في روحي بلي كاينه حاجه تشبه الحاجه. اول حاجه نديرها قبل ما نستخرج الطرف الاول اي حاجه، نستخرج العامل المشترك اي حاجه اي قوس مربع، واش نكتبو زوج مرات 4 اكس ناقص 1 و4 اكس ناقص 1 في بلاصه ما فوق الزوز هذه نحاها ونكتبو هو زوج مرات ناقص 3 اكس زائد 2 في 4 اكس ناقص 1. راكم معايا؟ نكمل هنا، ما عنديش البلاصه تقدروا تشوفوا مليح. ومن بعد دركا انا راح نستخرج بعد ما نحي المربع هذه نخلص منها. كيفاه نتخلص منها؟ نكتب القوس مرتين. واش نعمل؟ راح نستخرج العامل المشترك. ها هو العامل المشترك، قوس موجود هنا وموجود هنا. سي بون، نحيه نكتبه مره واحده. من بعد نحل حاضنه. ما بين القوس والحاضنه لا يوجد شيء، فراغ. واش كاين ما بين القوس والحاضنه؟ فراغ. هدايا القوس هذا من جبته هو العامل المشترك. سي بون. ومن بعد في الحاضنه واش نكتب؟ انا بعد ما نحيت هذا وهذا قلت هما العامل المشترك، اللي بقى هذاك هو اللي نكتب 4 اكس ناقص 1 ناقص 3 اكس زائد 2. هذا هما اللي نكتبهم. هاي 4 اكس ناقص 1 ناقص 3 اكس زائد 2. شفتوهم؟ ومن بعد هدايا العامل المشترك يبقى غير يتبع. هذا هو اللي فيهم الحساب. واش نعمل؟ نروح نتخلص من الاقواس. القوس اللي قبله ناقص نغير له الاشاره، والقوس اللي ما قبلوش ناقص ما نغيرلوش الاشاره. هذا ما قبلوش ناقص 4 اكس ناقص 1 ما نغيرش الاشاره. هذا قوس قبله ناقص نغير الاشاره. 3 اكس الداخل ما تشوفوليش برا، هذه عمليه بين القوسين. 3 اكس الداخل موجبه تولي سالبه، 2 موجبه تولي سالبه. ومن بعد نحسب 4 اكس ناقص 1 ديما تتبع، قلنا العامل المشترك. وهذه 4 اكس ناقص 3 اكس، 4 اكس ناقص 3 اكس تعطيك اكس، 1 اكس ولا اكس كيف ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3. استعملوا الآلة الحاسبة، ماذا بكم ما تستعملوش راسكم. الآلة الحاسبة توفر عليكم برشا جهد. نفوت قال لي حل المعادلة او تساوي الصفر. كيفاه نحل انا المعادلة او تساوي الصفر؟ راح نستعمل هذه ولا نستعمل عبارة التحليل؟ راح نستعمل عبارة التحليل في حل المعادلة او تساوي الصفر. حل المعادلة او تساوي صفر، راح نستعمل عبارة التحليل اللي هي قوسين 4 اكس ناقص 1 و اكس ناقص 3 تساوي الصفر.
ندير إما القوس الأول تساوي صفر، أو القوس الثاني يساوي صفر. 4 إكس ناقص 1، نبدا بهذا نديه هنا كان سالب يولي موجب، توليك 4 إكس تساوي 1. نكمل هذا نديه هنا، من هنا كنضرب 4 إكس معناتها 4 في إكس، كنضرب يولي قسمة 1 على 4. هذا الحل الأول. نروح هنا ندي هذا هنا كان سالب وش يولي أي عدد هنا محطوط كان سالب يولي موجب، كان موجب يولي سالب. إكس تساوي 3. هاو الحل الثاني. إذا للمعادلة حلين، 3 و1 على 4. متفاهمين؟ نروحوا للمتراجحة. قال لي حل المتراجحة التالية: 4 إكس مربع ناقص 13 إكس زائد 3 زائد 29. ربعة إكس مربع زائد 29. وش نعمل هنا؟ نلم المجاهيل في طرف ونلم المعاليم في طرف. كيفاه المجاهيل؟ هي الأعداد اللي لاصق فيها إكس وإكس مربع، والمعاليم هي اللي ما فيهاش لا إكس لا إكس مربع. وكي أنا نبدأ نحول فيهم، كل عدد نديه من طرف لطرف آخر نغير له الإشارة. نعطيك مثال. دركا أنا الطرف هذا راح نحط فيه المجاهيل اللي هما الأعداد اللي لاصق فيهم إكس ومن هنا راح نحط الأعداد اللي ما فيها لا إكس لا إكس مربع. نبداو هنا، عندي هذا مجهول نخليه، هذا مجهول نخليه هاكم معي، هدايا معلوم يروح لهيه، هذا مجهول نجيبه هنا كان موجب وش يولي سالب. عندي 29 هنا معلومة نخليها في بلاصتها، 3 معلومة نجيبها هنا يولي ناقص 3. تسمى الأعداد الموجبة، الأعداد اللي ما فيهاش إكس تروح هنا، والأعداد اللي فيها إكس تجي من هنا. العدد اللي نبدله كيما هنا 4 إكس مربع بدلت له بلاصتو راح من طرف لطرف ولا سالب، وهذا راح من طرف لطرف غير الإشارة كان موجب يولي سالب. ومن بعد نحسب 4 إكس مربع ناقص 4 إكس مربع يروح مع بعضه يعطيك ناقص 13 إكس أقل أو تساوي 29 ناقص 3 26. ومن بعد كاتك إكس نهز ناقص 13 نديه هنا، قلنا ما بين 13 والإكس كاين ضرب. وش نعمل؟ كان ضرب وش يولي قسمة. لازم تفهموا حاجة واحدة، باللي الإكس كي يكون معاه عدد سالب، كي يكون معاه عدد سالب كي تتخلص منه المتباينة تتغير، كي يروح العدد السالب لهيه المتباينة تتغير. توليلك 26 على ناقص 13 راحت من هنا ولات قسمة. إكس أكبر أو تساوي ناقص 2. هذا هو الحل. دركا معظم التلاميذ يحيروا كيفاه نرسموها. ترسم خط تكتب فيه ناقص 2، المتباينة دايرة لليمين معناتها هادو هم الحلول، هادو ليسوا حلول. كل المتباينة دارت من هادو الحلول، هادو مشهم حلول. سهلة خلا، دارت لهيه المتباينة هادو هما الحلول، كون الدور هنا هادو هما الحلول. ومن بعد هذاك البراكيت هذاك اللي ترسموه الحاضنة يدور يعود عندي هذا الخط يدور للجهة تاع الحلول، كون ما يكونش عندي هذا الخط اللي من تحت يدور للجهة المشطبة. احفظوها مليح. كي يكون عندي هذا الخط يدور لجهة الحلول، كي يكون ما عنديش يدور للجهة المشطبة. وقلنا احنا الحلول وين الدور؟ هي دارت لهي، راحت دارت لهي، ها دايره لهي، معناتها هادو هم الحلول. كون دارت هك هادو هم الحلول. نتمنى تكونوا فهمتوا شويه، واي واحد مش فاهم حاجه يكتب لي في الكومنتير. وهذا تمرين زوز امثله، ها هادوما طبقوا عليهم نفس الحل.
انشر وبسط وحللهم في زوز، وحل المعادلة تساوي الصفر تاع التمرينين هادوما، باه تشوف روحكم فهمتوا او لا، مادام التمرين مازال داخل في راسكم. وبالتوفيق وربي ينجحكم.